وانا اشتري دحين من اللي يدخل البث ولا انتوا هتشوفوا بعدين. انا شاكرة لكم جميعا، والله سؤالكم علي. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وربي يقطع من جهة ويوصل من جهة. وانا ربي وصلني بكل ما شاء الله، يعني في 40 مليون، 40 مليون يمني، كلهم بيقولوا انت امنا وانت اختنا. بارك الله فيكم. انا حبيت افعل هذا الفيديو، وان شاء الله يكون اخر فيديو. خلاص انا تعبت، ما عاد أنا حق هدار ولا عاد أنا حق داوية ولا عاد صحتي تسمح. أنا أقلتكم الله وأسألكم بالله، إن لي بيتحاكوا ولا بيتكلموا إن بنتي وزوجها يشتوا ميراثي، وأنا دارية هذا الكلام كله أخي وعياله يشتوا يهربوهم من جنبي. ولا زوج بنتي أنا ما بشتغلش إلا في سنة مرة، وأنا بجلس الله عندهم. يعني عيب، الله المستعان. كلكم معكم أمهات نسوانكم، ولا بتجوا أنتوا تطمعوا تقبلوا الكلام هذا على إبراهيم، هتقبلوا على أنفسكم. فأسألكم بالله، أي واحد يفعل منشورات بهذا الكلام أنتوا تردوا عليه. وأي واحد يهين في شخصي وبيقول أنا أشتري النص وأنا أشتري أبيع أخي وأخرجه من البيت، إذا كنت أنا المكلف خرجني من البيت. بأي ضمير بيتكلموا؟ هذا اللي بيتكلموا بأي ضمير بيتكلموا؟ شي تخرج رجال ومع 2 رجال. أين أنتم من 7 سنوات يوم ما خرجني؟ ليش ما قلتوش خرج مكلف؟ الله المستعان. وأنا قد قلت اللي يتكلم فيني ولا يتهمني إن أنا اشتي النص، ولا بيقول أنا ما نش قابلة المحكمة، فأنا بتابع أمر المحكمة اللي قد صدر من 3 سنوات بغض النظر. فأنا نزولا عن طلب أكثر متابعيني، الله يحفظكم، قالوا لي لا عاد تدخليش محاكم. أنا ما عادش أدخلش محاكم. وإذا كان المحكمة أنا أسألها بالله إنها تسلم لي حقي، تبيع حقي، تبيع نصيبي، تبيع البيت كله، وهذا أمر من الله. هذا ميراث، ما فيش حاجة اسمها مكلف خارج إنها تخرج رجال. وما حد بيدافع ويتكلم بهذا الشيء إلا هو قد أكل ميراث خواته وظالم. أنا قالوا أرفعها، قال حسبي الله ونعم الوكيل، رفع قضيته إلى السماء. أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. والمحكمة أنا سألها بالله جدي حقي. واسألكم أنتم بالله، تابعوا هذا أخي وخلوا يدي حقي. يشتري مني يشتري، يخرج من البيت ويبيع، أنا ما غصبت أحد، يشتريهم مني. هذا اللي بينشروا بيحبوا أخي، يشتروا نصيبي ويتوا له ويتوا حقي وخلاص. أما غير هذا أنا ما عدناش داخلة محكمة أبدا، والله ما عاد أدخل. أنا بتبصروا صورتي كيف قد أنا تعبت بهذلوا بي، خلوني دخلت في السوشيال ميديا وانتوا دارين بي. أنا ما أدخل أقول جمعة مباركة ومع السلامة. 7 سنوات وأنا صابرة، لا استغليت معرفتي بحد. كانوا يقولوا هي فتحي إبراهيم معاها زلاط ومعاها مشاهير ومعاها هو ذا المشاهير كلهم تكلموا بحق الله، ما خرج شيء. والمحكمة فعلت أمر مش واضح، وإذا كنتوا شفتوه حقي الواضح مكتوب فيه رقم 5، والثاني مش واضح. بغض النظر والله ما عاد أشتري حاجة، حقي من الله شلقه دنيا ولا آخرة. وربي وذكاء قدوم يعني أخذ حقي منهم، وذكاء كيفه سيروا بسروا أخي وعيالك كيفهم وكيف سمعتهم وكيفهم في الحارة وكيفهم. الحمد لله والشكر له. وأنا كيف أنا لله الحمد والشكر. والله العظيم إنه يكفيني محبة الناس لي، هذا دليل محبة الله لي. بس يشتي خارج ذمته دي حقي، خارج ذمته. المحكمة عدد دي حقي ادته، ولا الله يحملهم ليوم الدين. وانتوا عليكم بلي بيتكلموا علي انا وبنتي وزوجها انهم بيشتوا ياكلوا ميراثي، وانهم قايمين معي عشان هم يشتوا بنتي وزوجها يفلتوني. قلتكم الله واسالكم بالله ان انتم تبلغوا على هذا الصفحات وتردوا عليهم. انا ما عاد قادره، ما عادش قادره احتل الهدار كله.
أما عبد السلام هو جاء أمس خايف وقال أنت أمي، ويعني بيقول للناس أمي، وهو الناس خوفوه واتصلوا له إذا كان قدي مريضة قد عملية قلب مفتوحة، جاء على طول يتكلم. ولما حساباتي هي عنده بيساعدني من يوم ما تكلم معي وقال لي أنا رجل دولة، وأنا قبلت منه لأنه رجل دولة، ما قبلتش من الناس العاديين، أنا جمت حساباتي. وهو فعل أمس هذاك قال خوفا علي، وأنا متجملة منه والله بارك الله فيه، الصدق لله ما فعل معي إلا كل خير. وعرض علي من حر ماله، قال عدي لي بيت وعدي لي راتب، بس أنا عزيزة نفس، أنا ما اشتيش، أنا كنت أشتي من الدولة إنها ترعانيه، لكن يمكن في ظل الظروف هذه الحرب ما هيش مشكلة خلاص. أنا شو أقول، حسبي الله ونعم الوكيل وفوضت أمري لله. بارك الله في عبد السلام جحاف، وبارك الله في بنتي هديل وزوجها إبراهيم، الله يحفظهم يكتب أجرهم فيني وهم عيالي. وأي حد يسيء لبنتي وزوجها قلتكم الله وسألكم بالله أن أنتم تردوا أنتم. وأي واحد يقول أنا أشتي أسرق أخي وأشيل نص البيت ولا أشتي أخرج رجال من داخل البيت، ردوا عليه قولوا له هي مكلف خرجوها، وين أنت من 7 سنين؟ أنا لها أنا وبس. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسعد قلوبكم. كل من سأل علي وكل من خاف علي الله يجبرك بأولادك ويجبرك بصحتك وعافيتك، وبارك الله فيكم. واليوم يحيى إبراهيم جاء زارني بارك الله فيه. أشكركم كلكم وأشكر الله قبل كل شيء، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي زرع محبتي في قلوبكم. الله يحفظكم يا عيالي والله يحفظكم يا أخواني، بارك الله فيكم. انشروا هذا الفيديو وقولوا للناس كلهم فتحي إبراهيم ما عاد شيء منعي خارج ضميره من محكمة ولا من أخي وعياله وبس، ولا عاد أشتي حاجة. إن شاء الله الله يوفقني بس أرجع أحج أنا وبنتي وزوجها وخلاص وفلت الدنيا بكلها. بارك الله فيكم، في أمان الله.